هنلف على اللطقم كده طقم طقم، وهقول لكم وزن كل طقم كام بالظبط من اللطقم الجميله دي. يعني الطقم اللي قدامكم ده وزنه بالظبط يا جماعه، هقول لكم وزنه كام. 55 جرام تقريبا. الطقم ده 55 جرام، والطقم ده مميز جدا من انتاج شركه كرمينا زي ما انتم شايفينه. عباره عن ان هو فيه الحمص الجميل اللي احنا بنقول عليه دايما، ومعاه كمان مع الحمص نازل، شايفه الحمص 3 ادوار، وجاي هنا قافل بقفل. عارفين قافل بالقفل ده ليه؟ عشان ما يلفش معاكي او يقلب اهو. وكوره، وبعد كده الجنزير اللي احنا اتعودنا عليه، نفس الانسيال بنفس الطريقه، 3 ادوار انسيال الكور الجميل، ومعاه كمان انا ممكن اطلع الانسيال بره خالص تبص عليه اهو. اهو بص الانسيال عامل ازاي، ومعاه كمان نفس المقفل ده. ليه؟ ناس كتير يعملوا الحاجات اللي هي تلاتات دي تلف، تيجي زبون تقول دي بيلف، اقول لها لا، عشان هو المفروض يتعمل له الاول مقفل هنا يبقى ماشي عدل، ده عمره ما يلولو ولا يلف على بعضه اهو. اهو بصوا اهو، لا يلف ولا زي ما هو عدل. عارفه ليه؟ عشان هو معمول له مقفل خلاص، بدايه ونهايه. انسيال جميل جدا جدا بتاعه، ماركه كرمينا، الماركه الرائعه اللي انتم شايفينها دي. كويس. انا ممتن جدا من شركه كرمينا لانهم كل يوم بيطوروا بصراحه، وعاوز دايما اشكرهم على الهوا، اقول لهم الف شكر ليكم على التطوير الجميل اللي بنشوفه كل يوم. هيجي بعديه واحد تاني زيه كده، بس بدل ال3 ادوار اهو، جينا عملنا دور في النص برضو اهو زي ما انتم شايفين. بصي دور في النص عباره عن فسطونات زي الورد بالالوان الجميله. هنا خلي بالك تناغم الوان جميل جدا، ابيض واحمر واصفر، ال3 الوان. والطقم ده وزنه 47 جرام، يعني ده اخف من التاني شويه. ده 47 جرام الطقم ده. هتقولوا لي هو انت بس عمال تجيب لنا فطقم تقيله؟ لا، دول اتقل طقمين انا دخلت بيهم، انما هبتدي افرجكم على اطقم تاني اقل من كده اهو. الطقم اللي قدامنا ده يا جماعه زي ما انتم شايفينه، على فكره كل وزنه 27 جرام. عارفين 27 جرام الطقم ده، سلسله بسماركه عريضه اهي، ونازل منه 3 مثلثات زي ما انتم شايفين. وفي الاخر انا عاوز اوريكم روعه تركيب الفصوص بتاعه شركه كرمينا، الروعه والدقه. قرب كده. انا النهارده معايا الاستاذ هشام المصور المحترف، وده طبعا مختلف عن المصورين طبعا كلهم زي الفل، بس ده راجل خبره اكتر من 10 سنين في مجال التصوير، فبيعرف يظبط الحاجه ويعمل لنا عليها زوم. ايوه الله ينور عليك يا استاذ هشام. تمام. هنخش على الطقم اللي بعديه اهو، والطقم ده وزنه 28 جرام. ما كانش في حد يا جماعه يتخيل ان احنا ممكن نعمل اطقم طويله كده بالاوزان دي وفي نفس الوقت متينه. مين يعمل الاطقم دي؟ شركه كرمينا تعمل الاطقم دي اهو. اهو شايفين، واحنا بنشكرهم جدا على الاداء المميز ده اهو. شايفين طقم 28 جرام عيار 21. هوريكي سلسلته من ورا قد ايه، ده طويل، ده الطقم طويل يا جماعه، ده 65 سم الطقم، 65 سم اهو. طيب معايا كمان الطقم الجميل قوي ده بنفس التصميم اهو، بنفس التصميم. طبعا انا مش عارف اقول ايه، بس الاستاذ هشام محترف عمال يجيب. قولوا لي يا جماعه ايه رايكم في التصوير؟ زي كل يوم ولا في يعني جوده عاليه النهارده؟ قولوا لي رايكم. الطقم ده 29 جرام، يبقى احنا خدنا 27 28 وادي ال 29، وادي ال 29 جرام، واحنا ماشيين 27 28 29، فاضل لي 32. طيب هخش بقى على الطقم اللي بعديه الانفينيتي اللي احنا ما بنلحقش عليه. عارفين الطقم ده قد ايه؟ 25 جرام. طقم عيار 21 انفينيتي وزنه 25 جرام.
وزنه 25 بسلسله بسمارك وسلسله تقيله و25 جرام بس. 25 جرام بس. تمام. شايفين الطقم ده؟ انا عاوز يوسع لي كده يشوف تركيب الفصوص مع ال النقش بتاعه عامل ازاي. شايفه النقش ده؟ النقش ده حاجه جديده خالص، شركه كرمين عاملاها لاول مره. شايفه اللمعه عامله ازاي؟ انت عارفه كمان وزن الطقم ده كله قد ايه؟ ده 42 جرام. الطقم ده 42 جرام حمص. ودي اللي هي علامه الاستفهام المقلوبه، خلي بالك اهي، هعدلها لك علامه استفهام اهي. شايفه علامه استفهام مقلوبه، هي كده علامه الاستفهام، دي علامه استفهام مقلوبه لانها بتبقى كده. هخش على اللي بعديه. انا مش عارف يا جماعه، ما حدش قال لي التصوير حلو ولا لا. بيقولوا لحضرتك التصوير افضل بكتير والتصوير جميل. طبعا لان انا جايب النهارده المحترف، فلما يبقى المحترف يبقى اكيد الصوره مش اي حاجه. الله ينور عليك يا استاذ هشام، برافو عليك. بس مع الاسف ان هو يعني ما بنمنحناش من وقته غير ساعات قليله في الاسبوع، فبنستغله لما يجي في الموضوع ده. شايفين يا جماعه 42 جرام الطقم ده، 42 جرام. استاذ هشام بيصور لنا الطقم بتفاصيله. شوف الاسوره حضرتك عامله ازاي. وسع لي كده على الاسوره لو سمحت. هل باينه؟ شايفه تفصيل الاسوره حته حته. معانا كمان الطقم الفيونكه الجميل قوي ده اهو، وده وزنه 37 جرام. الطقم ده 37 جرام. طقم الفيونكه ده بالاسوره الجميله دي اهو، عشان تبقى باينه قوي الاسوره. الروح اللي بتتعامل بيها كارمينا مع قطعه الشغل روح مختلفه خالص عن اي حد. محدش كان بيعرف يعمل لنا حاجه 21 بالمنظر ده صراحه. صراحه شركه كارمينا كل يوم تتحفنا بالجديد، كل يوم تتحفنا بالجديد. طيب هنخش على الطقم ده اللي بعديه اهو. هقول لكم وزنه قد ايه الاول. ده 27 جرام. الطقم ده 27 جرام فقط. 27 جرام فقط. شايفينه؟ وردات 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 اهو. جميع منتجات كارمينا تسترد بالفصوص حسب تعليمات شركة كارمينا اللي بتبيع شغلها وبتاخده تاني بالفصوص. كده احنا شفنا اللطقم اللي معانا دلوقتي. عاوز اوريكم كمان مجموعة جميلة جدا من الاساور، وهبتدي بالاسوره دي. الاسوره دي عجباني قوي، اسوره الحمص دي كويس، بتقسيم مختلف خالص. شركه جديده معانا كويس. هوريكم التقسيم بتاع الاسوره. الاسوره ساده خالص زي ما انتم شايفين هنا، حموصه صفراء، حموصه بيضاء، حموصه حمراء، حموصه بيضاء، نقش في نفس الاسوره. وبعدين الاسوره مرنه جدا. بص انا بعمل ازاي في الاسوره اهي، تلبس اي ايد واي حد اهو. اسوره مرنه جدا جدا معانا اهي على الهواء. الاسوره اهي 7 جرام يا جماعه. الاسوره دي 7 جرام و60 مللي. في منها يعني ممكن تاخدي 2 اهو كده، او 3 زي ما انت عاوزه اهو. يعني الثلاث اساور 21 جرام بالمنظر ده، والثلاثه يا جماعه زي ما بقول لكم ساده خالص. والاسوره دي فيها ميزه ان هي من تحت فيها حلقات تقدري يعني تلم الاسوره تضيقيها او توسعيها اهو. اهو زي ما انتم شايفين. طيب بعد الاسوره الجميله دي معايا تاني اسوره حمص اهي. شايفاها؟ الاسوره الحمص دي بنفس الطريقه بس ايه، روحين صفين. 9 جرام يا جماعه الاسوره دي. الاسوره دي 9 جرام اهي. 9 جرام الاسوره دي. يعني الاثنين دول بالعرض ده تقولي لي وزنهم كام؟ اقول لكم الاثنين دول 18 جرام.
الاتنين دول 18 جرام. باينين معانا في الصور؟ معانا الحمص التقيل اللي زي كده، دي 7 جرام و80 مللي. لو خدتي بالك الرسمه بتاع الحمصه الكبيره فيها هنا ابيض في النص، يا رب يقرب عليه كده ويعرف يجيبه لنا الاستاذ هشام. شايفينه؟ خلي بالكم احنا بنصور بكاميرا موبايل عاديه، يعني ما بنصورش بكاميرا محترفين، عشان تبقى الحاجه قريبه جدا ليكم وانتوا شايفينها على الطبيعه بالظبط زي ما هي في ايد حضرتك. طيب الاساور بقى، المسمار اللي احنا عملناها بتقسيم جديد خالص، وعملنا لك وزن خفيف جدا للاسوره المسمار اهي، 13 جرام. اسوره المسمار دي بالخاتم 13 جرام، دي الاسوره المسمار اهي وبالخاتم ووزنها فقط 13 جرام يا جماعه. شفتوها؟ طيب الاسوره الكورتين وبرضو عملناها لكم بوزن جميل جدا 14 جرام. لو حابب تفتح الفلاش تبان ماشي كده كويس، ماشي اللي يعجب حضرتك. 14 جرام الاسوره دي. الاسوره الكور دي انا مش عارف الناس عاجبها الشغل ولا مش شايفاه كويس. عاجبهم روعه بجد، جميله قوي، كلهم حلوين قوي قوي، تحفه تحفه تحفه. روعه، يسلم ذوقك. انتوا اللي ذوقكم حلو والله، بتجبروا بخاطري. ربنا يبارك، ربنا يبارك فيكم انتوا يا رب ويكرمكم. 17 جرام الاسوره دي الكور، شايفين الكور؟ والكور في فصوص وفي احمر، وجميع المنتجات دي تسترد بالفصوص. كل اللي قدامي على الترابيزه يسترد او على المكتب يسترد بالفصوص. 17 جرام الاسوره بالخاتم ده. طيب اتفضلي الاسوره التعبان بروح جديده خالص خالص، بوزن جديد خالص. 21 جرام الاسوره دي، الاسوره بخاتمها، الاسوره بالخاتم دي 21 جرام. شايفين؟ 21 جرام. ورقه الشجر دي لو عاوزني اصبر شويه قول لي. لا تمام تمام. ورقه الشجر دي يا جماعه 13 جرام بالخاتم بتاعها ده. جرام. الفيونكة الرائعة دي بالخاتم بتاعها برضه 14 جرام. الناس بتقول التصوير حلو يا استاذ هشام. محترف الاستاذ هشام والله، يعني مش عاوز اقول لكم. طبعا هو عمر بقاله معايا اكتر من 10 سنين وراجل محترم جدا، حبيبي والله الاستاذ هشام، ربنا يبارك لك يا استاذ هشام. طبعا الاسوره الصفين دول يعني عايزين كلنا نحييه يا جماعه لو سمحتوا على التصوير. التصوير ده فن، يعني انا بشوفه ان حاجه فن، غير ان هو دراسه. طبعا هو راجل محترف يعني، دي شغلته اساسا، وهو مصور في قناه فضائيه مش هنقول اسمها يعني. الاسوره دي 15 جرام. تخيلوا الاسوره دي 15 جرام. جرام. طيب شايفين الاسوره الرقيقه دي؟ خلي بالك الناحيه دي حمراء اهي، شايفين؟ والناحيتين دول بيض اهو. والاسوره دي كل وزنها 12 جرام. 12 جرام اسوره بالخاتم اهي. تسأل حضرتك عيار كام؟ كل ده عيار 18 يا جماعه. اللطقم كانت 21، الاساور دي عيار 18 عشان ما نخلطش. اللطقم كانت عيار 21 ودي الاساور عيار 18. الاسوره دي برضو اهي 14 جرام ونص. الاسوره دي 14 جرام ونص. المنظر الجميل ده 14 جرام ونص. طيب الاسوره دي اهو 16 جرام يا جماعه. الاسوره دي بخاتمها 16 جرام. على فكره الاسوره دي كان عندي منها الايطالي
كانت بتعمل 18 جرام، احنا عاملينها 16 جرام بالمنظر ده، 16 جرام وتسترد بالفصوص. بعد التحية لأستاذ هشام. كلنا بنحييه صراحه الاستاذ هشام، راجل همام ورجل المهام الصعبه دايما. هو استاذ هشام اللي كان مصور يا جماعه مؤتمر جوهرجيه مصر 2020 2012 السنه دي. الاسوره دي 8 جرام و9، الاسوره دي ما كملتش 10 جرام يا جماعه، 9 جرام ونص تقريبا. شايفينها؟ شايفين؟ الاسوره دي ما كملتش 10 جرام. تمام؟ طيب شايفين الاسوره دي؟ تركيب التنس، بيقولوا عليه ده تركيب التنس لان زي الانسيال التنس بالظبط. والاسوره دي كل وزنها ادي 12 والخاتم 3 15 16 جرام، دي 16 جرام تقريبا. تركيب التنس دي 16 جرام. عاوزين لو الفلاش تفتحه ويجيب صوره اوضح ليها. تمام، صورتها حلوه. طيب الاسوره اللي رايح جاي بنقول عليها اللي رايح جاي اهي، 13 جرام الاسوره بالخاتم رايح جاي. كله بيقول تحفة ما شاء الله. الذوق عالي جدا وذوق راقي. بيسألوا حضرتك مفيش حاجة 10 جرام؟ يعني هو موجود. انا ما نزلتش كل الشغل، انا دي عينات، انما موجود حاجات لان يا جماعه كل الشغل بيبقى كتير فمش هنقدر نطلعه مره واحده كله في لايف. هبقى عاوز اتكلم عليه ساعتين وانا ما بقدرش اتكلم اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، فسامحوني. في حد بيقول لحضرتك الذوق راقي جدا، يا ريت تعملوا معارض في المحافظات. يعني هقول لكم على حاجه في موضوع معارض المحافظات ده. يعني انا ما بحبش نروح نضايق الناس في اكل عيشها. يعني ده مبدأ عندي، ان انا اروح اتنقل بشغلي للمحافظه. المحافظه فيها سياح وكلهم اصدقاء ليا، ويعني وانا عشره معاهم، فمش هينفع ان انا اروح ببقى احس ساعتها ان انا يعني رايح اضايق الناس هناك. ربنا يوسع على الجميع يا رب ويرزق الكل. فبس معلش سامحوني في موضوع المعارض ده، مش هقدر اضايق اصدقائي وزمايلي ان احنا عشره عمر مع بعض يعني. فانا في مكاني ما حدش يزعل مني، انما لما اروح عنده مكانه بقى وابتدي انزل شغل وكده يبقى انا بنافسه منافسه يعني بعتبرها انا مش حلوه قوي. فما فيش داعي ان انا اخسر اصدقائي يعني. انما يعني تشرفوني بتوع المحافظات، والله تشرفوني، اكون يعني فرحان بيكم جدا يعني. طيب معانا كمان حاجه زي كده اهو، الاسوره دي شايفينها؟ $13 جرام اهو، شايفينها؟ 13 جرام الاسوره كلها بالخاتم. طيب بكده نكون احنا تقريبا استعرضنا معاكم كل الشغل اللي موجود النهارده، اللي هو كان اطقم ابتداء من 25 جرام الطقم لغايه 55 جرام الطقم، كانوا عيار 21 من انتاج شركه كامية. واستعرضنا معاكم اساور من غير خواتم من 7 جرام لغايه 9 جرام الاسوره. واستعرضنا معاكم كمان اساور بالخواتم اوزانها كانت من 10 جرام تقريبا لغايه 22 جرام. انا سعيد بيكم جدا، وسامحوني ان اللايف ما بيبقاش طويل، بس مش عاوز انا ازهقكم وعاوز الناس تتفرج وما تملش مننا. اوعدكم ان كل يوم هيبقى فيه لايف، بس طبعا الحد احنا بنبقى اجازه، فلو الحد نازل الشغل بعمل لكم لايف، مش نازل يبقى ان شاء الله يوم الاثنين. اشوفكم على خير. اشكر المساعدين اللي معايا الاستاذ هشام والانسه ايه جدا على الجهد اللي بيبذلوه معايا صراحه. هم اللي بيتعبوا في كل حاجه، يرصوا ويظبطوا كاميراتهم ويعملوا كل حاجه. فدايما مش هنسى اصحاب الفضل معايا اللي بيساعدوني. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.